الزمالك امبارح ب6 ناشئين جدد. اصل احنا بنطلع اجيال ونوزعها. في ناس غيرنا بتروح تدفع مليارات وتعمل كباري ويفرغ انديه من نجومها، وتلاقيه في المركز الرابع وخرج من الكاس قدام فريق درجه تانية. لكن ولاد نادي الزمالك اللي عندهم ازمات وعليهم فلوس وليهم مستحقات وعندهم ازمات ماليه رجاله. بغض النظر ان هو اصلا مستفز جدا، بس هو مستفز جدا، وتحس هي نشرة اخبار مش برنامج توك شو. ولكن برضو خماسيه كهرباء اسماعيليه مقويه قلبكم. احنا سقفنا لكم امبارح رغم كل الازمات، سقفنا لكم، ولكن سقفنا لكم عشان الازمات. ولكن رغم كل ده بتطلعوا بقى لا، مش الدرجه دي بقى. يعني انت حضرتك بتقولي عندنا شباب وناشئين، قول لحضرتك حاجه، خليكي بالفرقه دي بقى كده، او زود عليهم برضو اللي هم غايبين، وخد الكونفدراليه وخد الدوري. ساعتها هنسقف لكم وهنقول لكم فعلا الزمالك بمنحدر. هقول لكم الزمالك بمنحدر. هو بس من حسن حظكم ان الاهلي وبيراميدز وقعوا او واعيين، لكن الخماسيه فوز على المصري سقفنا لكم. ولكن هتقعدوا تقولوا كلام بقى ان احنا ما بنعملش كباري ومليارات، لا، انتوا بالفرقه برضو كذلك. الزمالك بيعاني ولكن مش هياخدوا بطولات. ممكن تبنوا الفرقه لقدام سنتين ثلاثه بقى من غير ولا بطوله، لكن مش هياخدوا بطولات. كبيركم لو خدتوا السنه دي خدتوا كاس مصر، كبيركم يعني. ولكن بتقولوا كلام مش عارفين بتقولوا ايه. لان حضرتك لو شايف ان الزمالك خلاص بقى جامد جامد، خش خد الدوري وخد الكونفدراليه. لكن بقى خلاص قولوا ممكن تطلع تقولوا ايه، الزمالك رغم الازمات زي ما احنا قلنا كده، رغم الازمات كذا وكذا وكذا. لكن بقى تطلع تقولوا من غير كباري ونشتريها مليارات. انتوا بتتكلموا بتقولوا ايه؟ هو انتوا فاكرين يعني الفرقه دي هتاخدوا مثلا هتصعدوا دوري ابطال افريقيا السنه الجايه وهتاخدوا دوري ابطال، ولا تاخدوا الدوري؟ انتوا لو عملتوها السنه دي وخدت الدوري، انا اول واحد هطلع اسقف لكم في لايف. هطلع لايف هسقف للزمالك واقول الزمالك ده احسن فرقه في مصر وفي افريقيا مش في مصر بس. لو خدتوا الدوري السنه دي اقسم بالله، وخلي حد يسيب الفيديو بتاع ده فيها فرح بقى. حاسك متنشنه كده، لا فك شويه كده يعني مش مستاهله.